أمير عبد القادر الجزيري. ما هو جنرال لا يعطي أسس دولة. يا ابوي انت مبرمج؟ ماني مبرمج، ارد عليهم هذول التعليقات اللي هم. كيف تقول ان الدوله اسسها جنرال واساسا عنده ملك؟ اكتب هسه في اليوتيوب في الجوجل ذاك جنرال اليوم لا يعطي. كتبت وطلع. اكتب هسه حاليا اتحداك هسه قدامهم، اكتب جنرال لا يعطي. كم عمر اكتب هسه. جنرال ليوتي؟ كم سنه؟ كم اي سنه؟ اكتب، لا تقول لا أي تلف لا سنة؟ يمين أي ولا سنة؟ يسار. أي لا تلف سنة؟ أي سنة؟ شوف، لا تلف لا يمين ولا يسار. هسه ادخل على الويكيبيديا وجوجل، ويكيبيديا ما تكتب، اكتب جنرال لا يعطي هسه اتحداك قدام. اكتب جنرال ليوتي ولا المغرب؟ ايه اكتب جنرال لا يعطي وقرا عنه. جنرال ليوتي طلع لي فرنسي. ايه اطلع شنو مؤسس. اكتب شنو كيف مؤسس شنو في مؤسس؟ فيديوهات بس المملكه المغربيه اقدم من تواريخ الجنرال يا ابوي. المملكه المغربيه ثالث اقدم مملكه بالعالم. عندنا شو تتكلم جنرال حديث اليوم؟ المملكه في وليد امس. اقدم شنو المملكه؟ اقدم مملكه بين ثالث اقدم مملكه بالعالم. اراويك. تعال اراويك الحين التاريخ. تعال اراويك الحين اقدم الممالك. لا توريني التاريخ. اكتب جنرال. لا اراويك الحين عشان اديك من لا وريني اكتب جنرال. ما عندي يوتيوب يا حبيب، ما عندي جوجل. لا اكتب جوجل، في جوجل مو في اليوتيوب، في جوجل اكتب جنرال لا يعطي. جنرال ليوطي طلع لي جنرال ليوطي هو اكتب شنو مسوي. جنرال ليوطي أسس حركة أم حسن الصهيونية التي فرت من الجزائر للمغرب واستولت على كثير من الحريم. اكتب جنرال لا يعطي. اكتب جنرال لا يعطي. هذا وش سالفة الجنرال ليوطي؟ خلاص انت يعني طب ليش تلف يمين ويسار؟ ليش تلف لي؟ ليش ما تحب الحقيقة يا اخي؟ ليش تلف يمين ويسار؟ اكتب ويطلع لك. شوف من هو. لا تلف. تتكلم عن اتكلم لك انا اقول لك المملكه المغربيه والمملكه البريطانيه واليابانيه من الاقدم. عن اتكلم عن التاريخ القديم. انا كان دولتي قديمه، اجيب لك هسه الدلائل عندي موجوده في الويكيبيديا. اكتب تطلع. انا الحين هني كلمني عن الدوله الحديثه منو اسسها. لحظه حبيب لحظه. في دوله حديثه ودوله قديمه، ترى هذه السالفه موجوده عندكم بس. هوبر. هاي السالفه موجوده بالجزائر بس ما في دول حديثه. ولد 17 نوفمبر 1854. زين اذا 1450 المملكه موجوده من زمان. جنرال فرنسي، اول مقيم عام للمغرب بعد الحمايه الفرنسيه على المغرب من 1912 حتى 1925، ومنذ سنه 1921 اصبح المارشال فرنسا. بس كان عندهم ملك. كيف مؤسس فرنسي وهو ملك اساسا موجود؟ فترته في الحمايه في المغرب. هاي فترة حماية وعدت وروح، بس الدولة كانت قائمة قبل لا يكون. هو أسسها. هو أسسها. كانت منفصلة ما كانت الأخرى. كانت منفصلة. هو كيف منفصلة وعندهم ملك؟ أنت وش اسم رئيسك قبل 962؟ قبل شنو؟ قبل 1962 وش اسم رئيسه؟ دقيقة. وش دقيقة؟ الحين بتروح تروح يوتيوب. بجيب لك جوجل عادي. في أشياء ماني متذكرها بجيب لك. لحظة. شوف أقدم الممالك في العالم. شوف تفضل. طب المغرب ما يقدم مملكة. تفضل انت. لا عشان اعطيك جواب. دخلني في بريطانيا. انا وش دخلني في بريطانيا؟ بس لحظة، هذا ترتيب يا غبي. يا ترتيب. لا ترتيب. انتظر. هذا الترتيب البريطاني. انتظر. مملكة أسسها جنرال فرنسي. انتظر ابوي. وش الجنرال هذه قبل لا تكون فرنسا اساسا؟ انتظر يا انت اخر انسان يتكلم عن التاريخ. انت وليد امس مسلمينك العثمانيين للفرنسيين. انا العثمانيين. حنا عشان تعرف انك غبي. اخر انسان يتكلم عن التاريخ. حنا عشان تعرف انك غبي. عشان تعرف انك غبي. حنا ما كنا خاضعين للدوله العثمانيه. حنا ما طلبنا مساعده الدوله العثمانيه. وش مساعدات؟ ما تعرف تاريخ من جمال الجنوب. حسين الدايس تخبص انت. اي مساعدات؟ المملكه المغربيه. تفضل. المرتبة الثانية. شوف المرتبة الثانية. شوف أقدم الممالك في العالم. شوف مين هي؟ لا ما في من هذه. كذب. ما في. هذا الحين أنت الصح والعالم غلطان صح؟ ما في بريطانيا، الدنمارك، اليابان، كولومبيا. المغرب لا. تذكر جوجل. هذا ما هو موقع رسمي. أنت ودك جوجل صح؟ لا تكذب. ودك جوجل صح؟ عطني مصدر. موقع رسمي. تمام بنعطيك موقع رسمي يا الحبيب. في كمبوديا. شو كمبوديا واليابان والدنمارك وبريطانيا. المغرب ما لها دخل. انتم اي شيء تعترفون فيه حتى الشيطان الا المغرب. عقبة المغرب لا تنتهي.
يعني مملكة المغرب أقدم من المملكة العربية السعودية؟ لا ما في، يعني كذب يعني. الله المستعان. اي اقدم من المملكه العربيه السعوديه. كذب يا اخي. اقدم من المملكه العربيه السعوديه، واسال اي سعودي يخبرك. السعودية فيها 3 دول، السعودية الأولى والثانية والثالثة. شوف احنا نتكلم عن الممالك، اقدم ممالك اليابان، بعد بريطانيا، بعدها شوف في مصر القديمة، في وش مصر؟ انت مخربط في التواريخ. وش مصر؟ بقول لك شيء اتكلم لك عن الممالك وانت رايح لي على تلحمستان. انت تقول لي ممالك اقدم مملكه في العالم، وانا اجيب لك الممالك القديمه. يعني ليش ما تحب الحق؟ اسكت ابوي، اسكت. مملكه مصر القديمه. اسكت يا وليد. مملكه سومر. اسكت يا وليد 62. اسكت يا وليد. عمي شاسب مسكين. اسكت يا وليد. مثل المغاربه. اسكت انت عندكم عقده من المغرب، والله المستعان. شوف الحبيب، شوف هاي بالانجليزي صح؟ شوف ما افهم انجليزي، حطها بالعربي. لا لحظه، انت مصادرك بالانجليزيه صح؟ عشان ما نكون. شوف all countries in the world. look الثالثه المغرب، شايفينها؟ السويدن والدنمارك هذول يجون في الستة والسابع. الثالثه هي المغرب، شايفينها الحين؟ كل المواقع المغرب هي الثالثه. عن اي مصدر تتكلم؟ مصدرك انت من ولايه خنشله ولا من وين؟ ولايه خنشله. لا موقع. اي موقع انت تروح موقع جزائري وتخبرني عن التاريخ؟ لا والله ما هو موقع جزائري. الحين اذا هذا موقع عالمي، هذا ما فيه مثل اليونسكو، انت شايفينه منظمه هاي ما في تحريف وتزوير وسرقه وغيره. انت شو اللي يزعلك اذا نتكلم لي على اليوطي مال يوطي وليد امس؟ ترى شوف اقدم الممالك الثالثه. وين الجزائر بالموضوع؟ شوف بقول لك شيء. قل لي الحين انت شايف ولا مو بشايف؟ لا شوف، لا تقول لي اقدم مملكه، ليه في ممالك اقدم منها. الحين اقدم مملكه. وش يقول لي؟ يا اخي ما في. ممكن دقيقه بس هذا الناس. في ممالك شوف في ممالك اقدم منها، لا تقول لي. شوف هالمصادر كلها الحين غلطانه الا انت صح. هذول كلهم الحين غلطانين وانت صح. مسكين. الله المستعان. عمي هذا المملكه. يلا انزل لو سمحت. انزل. هذا في يوم من الايام تسوون انتحار جماعي عشان يغلطني، يروحني للمملكه العربيه السعوديه. انا عرفت تاريخنا وعرفت تاريخ المملكه وعرفت. احنا نتكلم عن الممالك الثانيه، احنا ما اقول لك هذا اقدم من هذا ولا هذا اقدم من هذا. المملكه السعوديه اقدم منك ب 4000 سنه اساسا. انت كجزائري، انت وليد امس، وليد 1962. يقول السعوديه فيها 3 دول. ما ودي اخش فيها في الموضوع عشان ما يطلعني عن التاريخ، يطلعني عن الموضوع، يروحني لموضوع السعوديه وغيره. ولو مو السعوديه كان ما تحرر اساسا. هو السعوديه ليش مطبع عليها؟ يا ابوي انت اخر انسان يتكلم عن التطبيع. فرنسا بعدها تعتبرك انت ولايه جزائريه تتكلم عن المملكه السعوديه. اي والله صدق محمد بن سلمان يوم فرض عليكم ورقه اثبات الصحه العقليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. معك احمد من السعوديه، مقيم مستثمر في المغرب. هلا ومرحبا ابوي احمد. والله يا اخوي هذول حقين الجزائر ما اعرض عنهم صفحه بس الا من رحم الله. يا اخوي يخبطون ويخبطون يدورون بالتاريخ شيء ما لقوا شيء، يدورون لهم يعني. تعرفون ان تركيا حكمت الجزائر حوالي 300 عام، يعني ضاعت الهويه. مو بحكمه. تدري السالفه يا اخوي احمد انه المفاتيح تسلمت المفاتيح. تدري ان تسلمت المفاتيح من الاسبانشي على طبق من ذهب. تدري ان كيف تسلمت المفاتيح؟ كان في ديون على اسبانيا للعثمانيين، كان بينهم دين في ايام تجارات القمح وتجارات كذا وتجارات ايام اللي كانوا يلتقون السفن بجنوب افريقيا تحت، كان بينهم تجاره. فكان على اسبانيا الدين. ايش سوت اسبانيا؟ دفعت الجزائر دين للعثمانيين. لا حول. سلمت المفاتيح، دفعت الجزائر دين شيء كدين دفعتها حق العثمانيين. جاي يتكلم لي عن الممالك.
انا شوف اخوي جاسم، ترى يعني شوف لما يكون تاريخك فيه اشكاليه معينه وتكون تقف بصدق وبشجاعه تقول انا والله حصل عندي الامر الفلاني في التاريخ، ما في اشكال ترى. مشكله مو مسبب يعني اي ما هي مسبه، ترى تقول حنا غلب علينا الامر وجت فرنسا واستعمرتنا 132 عام ولم نكن راضين عن هذا الامر، والله غالب على امره وش يسوي يعني؟ المسبة هي الواقع. والله العظيم يا اخوي احمد، شوف في ناس يمكن ابوه لقيط بس هو ولد حلال، هو انسان طيب وعظيم وسوى. البدايه تبتدي من عندك انت، ما تبتدي من عند جدك. ترى مو باشكال اذا انت جدك كان لقيطه وغيره. اهم شيء انت تكون رجال وصادق واشتغل على دولتك، اشتغل على الحاضر. الواقع هو المسبه. لا تزر وازره وزر اخرى. يعني شوف ذنب غيرك ترى ما تلام على ذنب غيرك. وبعدين لا تقولون اننا 1.5 مليون شهيد وبعدين زادت 1.5 مليون شهيد صارت وصلت 8 مليون صاروا 8 مليون وكل واحد يدفع 70 تقريبا. تونس والمغرب ومصر وموريتانيا واذا اخذوا وياهم البحرين الكل على الجنه سيده. والله العظيم لا والله ما ودي نشهد صراحه، ما ودي بس انه لانه الشعب الجزائري فيه شعب طيب، فيه ناس طيبين وفضلاء نحترمهم صراحه. عرفت يعني بس نتكلم عن اللي يكذبون ويتاجرون باسماء الشهداء بارقام الشهداء، يتاجرون بهالامر هذا، ويتاجرون مثلا بالقضيه الفلسطينيه، حنا مع فلسطين ظالم وما مظلوم بالليل والنهار واحنا اول شيء اسمع يا احمد، انت شفت السالفه دوم يتاجرون بالقضيه وايام 7 اكتوبر كل العالم طلع يتظاهر الا هنم طلعوا يتظاهرون امام القنصليه المغربيه على اساس المغرب هو اللي يقصف فلسطين. والله عيب، والله العظيم عيب، والله عيب. اقل شيء يتظاهروا قدام السفاره الامريكيه مثلا ولا شيء، ما يقدرون تروحون. يعني شوف الحين هو تبني اعداء المغرب في اي قضيه من القضايا امر مضحك ترى. لازم يعني دخل المغرب، والله المغرب شوف انا استثمر من المغرب يعني في مجال العقار من حوالي 16 عام، والمغرب لنا في انساب واحباب واصحاب، والله من اطيب الشعوب، شوف من اطيب الشعوب، وحكومتهم تحترمنا كثير والانظمه يسهلوا لاهلنا وما تجد ذاك التطول عليه. يعني بالله عليك انت يا احمد هذه الطوائف الى 4 تقدر تناقش انسان مثل ذا متفاوته. اقسم هذه الطوائف الى 4. القران والسنه ليس تراث. استاذ رجاء لحظه انا نخرج. القران والسنه ليس تراث. نعم لك نعم القران كلام الله. انا استثني وسنه النبي لا ينطق عن الهوى. الحين ذا واحد جزائري يخبرهم يقول لهم ان شو اسمه ان القران تراث جزائري. شوف والله العظيم شوف البهدله. شوف يا اخوي جاسم، دائما اذا طرحت طرح ما تقبله العقول السليمه كيفاش نعطيش تفضل تراك تضرب نفسك. يعني ما يعني يا اخوان الان مثلا يعني شيء مضحك دعم البوليزاريو وذا شيء غريب. انتم وش استفدتوا من اعداء المغرب؟ والله اخوي جاسم المغرب دوله ترى ناجحه. شفت كوريا الشماليه، كوريا الجنوبيه كيف بدات؟ ترى الخطوات اللي بدات فيها كوريا الجنوبيه الان هي المغرب تبدا فيها بالضبط. والوضع تقريبا اللي في كوريا الشماليه قريب من وضع الجزائر بشكل عام، حكم اشتراكي وصعوبات الدخول والمشاكل في الماء، في الغاز، في الحليب، في الزيت. وش هذا؟ 2023 ودولة غازية بترولية يكون وضعها كذا ما يقبل. والله مناطق في الجبال شفت الحوز والمناطق هذه زرتها قبلها. جاء الغاز وما الغاز انه في كل مكان منتشر عندهم الاسطوانات الغاز مثلا وغيرها والخدمات متوفرة. صحيح في فقر في المغرب وفيه اشكالات فيه موجوده، ولكن البلد تنمو يوما بعد يوم. احنا في الميدان نعرف هالشيء هذا ونشوف. يعني هاي المصيبه ان اهتمامهم بالمغرب ما تركهم لهم مجال في التقدم. كلهم مركزين على المغرب، مركزين بس على المغرب. يعني لازم ثغرات المغرب اي شيء على المغرب، ومركزين على الحريم. فشلهم النظامي والسياسي والاقتصادي في كل مواضيعهم على الحريم، ويحاولون ما امكن يضربون المغرب بالخليج والخليج بالمغرب، لان يشوفون العلاقات قائمه على مر العصور، فيحاولون يعزون، وكل ما يحاولون ينزلون تحت. سبحان الله يا رجل عيب. الحين شوف
يعني مثلا الان انتم اسمع لي ودهم مثلا يحضرون فلسطين. اسمع. خرجنا فلسطين شريكي زعما احنا دولة مسلمة حقنا الدواوين ولا بوليس يضربونا شريكي انكروها اقسم بالله. طلعوا يظاهرون على فلسطين، جتهم الشرطة تضربهم. ديقلك اقسم بالله غير ديقلك. وين متظاهرين؟ شوف يوم طلعوهم المكان ذا امام القنصلية الامريكية ودوهم امام القنصلية المغربية على اساس ان فلسطين امانة عندهم. خدموا لي ولا نخدموا هنا. الله المستعان يا اخوي احمد، الله المستعان. والله يا اخي دائما لما تستعدي عدو لك، يعني تصر على ان هذا عدو لك، والله ما تنجح. انت هم ليل نهار يعني يناظرون المغرب، يسرقون منهم مثلا انجازاتهم القديمه، شيء قديم، تصور شيء قديم تاريخك يسرقون، مثلا الزليج وصناعه الزليج وحضاره فاس العريقه جدا ياخذون لهم، عيب، مو فضيحه، والله فضيحه. القفطان المغربي ياخذونه، الاشياء القديمه واحد ايش يقول؟ واحد اعترف بكل شيء بكل دول العالم الا المغرب. قال الاندلس. طلعت واحده ثانيه قالت لي ان القفطان دخل من العثمانيين، دخل عندنا من العثمانيين جابوه. قلت له كيف المغاربه عندهم القفطان قبل؟ لان العثمانيين ما دخلوا، ما احتلوا المغرب، وصلوا للجزائر ووقفوا. شو بقول واذا رحت تركيا يا احمد، اذا رحت تركيا كل من مكان تحصل القفطان الفاسي. في تركيا ما يقولون حق المغرب يقولون فاس. كل ما كانت تحصل القفطان المغربي الفاسي. قلت له الحين هذه راحت، هذه انهزمت وانحشرت في الزاويه ونزلت. طلع واحد قال انا جزائري وادرس في كندا، وفي مقررات التاريخ درست ان القفطان جزائري. لا مو قفطان جزائري، استغفر الله، القفطان صيني. القفطان من الصين، جانا من الصين. تمام. قلت له الحين مغربي لا يا صح؟ قال لا. قال انا درست في الحين مقررات التاريخ في كندا بيدرسوهم على القفطان. شوف ما ادري ايش المخدرات اللي متعاطي الانسان ذا، بس المهم مشيت الامور وياه. تمام. هذا نزل. جتنا واحده ثانيه هذه متعلمه وتقول انا خياطه. قلت له انت خياطه صح؟ قالت لي. قلت له القفطان كيف؟ قالت القفطان جانا من ايران، فارسي من اسيا. قلت له كيف؟ قالت اساسا الاسم القفطان جانا من خفطن يخفطن خفطانا قفطان. لا حول ولا قوه. قلت له كيف يثبت انه جزائري؟ قالت اهم شيء المهم مو جزائري، جانا من اسيا، خفطان اسمه خفطان. شوف التاثير العثماني والتاثير عقده المغرب. ابى اقول لك دليل، بجيبك دليل سهل جدا جدا على الحضاره القديمه المغربيه اللي ما يقدر احد يسرقها. الحين جامع القرويين بنته من هي؟ فاطمه الفهريه. الفهريه. ايوه، كان له حول تقريبا 950 عام او 1000 عام تقريبا، يعني قبل لا اكثر من ذلك طبعا، لانه بني بطريقه فنيه قديمه جدا، وذيك ثقافه الزخرفه والزليج هي من البيئه المغربيه القديمه، البيئه القديمه جدا جدا. يعني هذا الزخرفه اللي كانت فيه من وين جاءت؟ من نفس المغرب اللي هو اصلا يتبنى مساله الزخارف المعينه هذه والزليج والاشياء ذي. وين انتقلت من بعد؟ انتقلت الى الحضاره الاندلسيه. الاندلس اللي فيها كيف لما دخلوا المسلمين الاندلس كانوا الاوروبيين هذول بحالهم مثل الهمج تراهم.